هل مرقتوا بتجربة مع شخص بيعاني من الإدمان؟ أو كنتوا أنتوا هيدا الشخص اللي خاف يحكي أو يطلب المساعدة لأنه المجتمع بيحكم قبل ما يفهم؟ أو يمكن خبيت شربك لأنه بتخاف من نظرة المجتمع إلك؟ قد في ناس عايشين بألم وصمت لأنه الخجل أقوى من الجرأة على العلاج. خلينا نحكي بصراحة، مشكلة إدمان الكحول موجودة بمجتمعاتنا العربية، والغريب إنه بدل ما نعالجها منخبيها، منخاف نحكي عنها، ومننظر للشخص اللي بيشرب أو بيعاني من مشكلة مع الإدمان على إنه عيب أو عار. وهالنظرة هي أول خطوة بتدمر، ما بتعالج. كتير أهل ومجتمعات بيعتقدوا إنه إذا ما حكوا عن مواضيع مثل الكحول والإدمان بيكونوا عم يحموا أولادهم. السكوت ما بيحمي، السكوت بيخلق فضول من دون وعي، وبيخلي الولد يروح يكتشف لحاله من مصادر غلط. التوعية مش تشجيع، التوعية حماية. إذا بدنا نحمي لازم نعلم ونعمل برامج وأبحاث بتعتمد على فكرة العلم مش العيب، وبرامج بالمدارس بتعلم المراهقين شو يعني كحول وشو بيعمل بالجسم، العقل والعلاقات. إدمان الكحول مرض مش عيب، والحل بالعلاج السلوكي، الأدوية والدعم النفسي والاجتماعي. بس لحتى المدمن يطلب مساعدة بده مجتمع يدعمه ما يحاكمه، والأهم يكون في تنظيم لتداول الكحول ومراقبة الإعلانات اللي بتروج له على أنه شيء كول أو عادي. الوعي مش ضد الكحول، الوعي ضد الجهل. الإدمان مش ضعف، الإدمان تجربة بتحتاج دعم، فهم وتعاطف. وكل شخص بيختار يحكي بدل ما يخبي هو عم يعمل أول خطوة حقيقية بالتغيير. لهيك يا صديقي، تذكر إنه صحتك مش لعبة، اشرب بمسؤولية.